لا لا، ما تخليهاش تشد من الطبق كده، فاهم؟ انت ممكن تنزلي لو سمحتي؟ لو سمحتي انزلي. قومي انت، هي تاني. لا يا سيدة، تفتح لك الشنطة ولا حاجة. طبعا باينه الفسحه النهارده ايه، حديقه الحيوان اللي في اسكندريه ممتعه جدا، والانتر اكت بيننا وبين الحيوانات حقيقي 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 تحفه. يعني يوم ما يتعوضش. اول حاجه بدانا بيها الجوله وهي الجمل. كل الحيوانات ممكن ناكلها ونلعب معاها ونتصور معاها. حاولوا بس تنشينوا على يوم ما يكونش اجازه علشان خاطر تقدروا تستمتعوا بجد باليوم، عشان الدنيا بتبقى زحمه جدا. بس بصراحه اليوم كان يستاهل انه كله يتصور بتفاصيله. انا بس حابه اعرفكم ان في اماكن كتيره قوي في اسكندريه نقدر نروحها ونتبسط فيها كاسره مع بعضينا، وكمان مش هتكلفنا كتير. يعني التذكره في حديقه الحيوان ب5 جنيه. بما ان كانت ناس كتير قوي بترسم على وشها، فقررت ان انا كمان اعيل وارسم على وشي. مش عارفه انا هكبر امتى، بس اتمنى اني ما اكبرش ابدا. ومن اكتر الفقرات الممتعه اللي ضحكنا فيها من قلبنا بجد فقره بيت الاسود. وممكن بقى نتصور مع الشبل واحنا شايلين، واحنا اتصورنا بصراحه كلنا ما قدرناش نقاوم وما نتصورش الصوره دي. لازم تبقى في كل اسره مصريه في الالبوم. بصراحه الحيوانات كلها متدربه كويس قوي، يعني لو قال لهم اضحكوا هيضحكوا، قال لهم عيطوا هيعيطوا، قال لهم اعملوا صوت بيعملوا صوت، ما بيتوصوش. وبالصدفه ان الاستوديو اللي اتصورنا فيه اسمه شمس على اسم فنانتي. طبعا لما استلمنا الصور كان الكواليتي مش احسن حاجه، بس يشفع لهم اسم الاستوديو، عشان كده سكتنا. وطبعا لو حابين تاكلوا اي حيوان فيهم لازم بندي تيبس للراجل كنوع من، يعني بنقول له شكرا بطريقه شيك. ومش عايزه حد يقول لي ليه ندي تيبس، الموضوع يا جماعه اختياري مش اجباري، كل واحد حر. ودي تبقى في حدود 5 10 20 جنيه بالكتير. لا يا اختي كوري كويس، البت دي بترضع. صغنطة كده. بس بص. ايوه هتخلي الفيديو انا عندي 3 بيطلعوا تلعبي معاهم. وده بقى قفص كبير بيبقى فيه 3 قرود، وانتوا بتلعبوا معاهم وتاكلوهم وتتصوروا معاهم. انتوا احرار يعني، عيشوا حياتكم معاهم. هم لذاذ جدا ودمهم خفيف قوي بصراحه. ودي بقى جبلية القرود اللي هي يعني مكشوفه. بصوا بقى البيبي الصغنن ده خالص، ياخدي قميله ماشي في ديل امه يا ناس، ياخدي طعامه. وده الضبع اللي كان في لاين كينج الغدار اللي قتل موفاسا. تقريبا لو انا بقول اسمه صح وانا فاكره نوعه يعني. اللي كان بقى متعود يروح حديقة الحيوان زمان كان في بقى 2 كده باندا، كان اسمه كريم وكريمة. دول ماتوا وجابوا بدلهم دي، انا مش عارفه اسمها ايه، المهم انها بنت يعني ودمها خفيف قوي. وده نوع بقى تاني اسمه فارس تقريبا على ما اتذكر يعني، وكان برضو عسل جدا. لا ما عندناش. نعملوا قفص وبعد كده نيجوا ناخدوه. سامع الضحكه الصوت. وكمان رحنا ركبنا الجمل، الله، خدنا بيه لفه وتصورنا، وركبنا شموسه برضو وصورناها. جينا بقى لاكتر حته في اليوم حاولنا نهرب منها. سيد قشطه وحلاوه وطعامه ريحه سيد قشطه. مش عايزه اقول لكم، اظن يعني الريحه طالعه. الفلامينجو هو بياكل هو منهم. يلا دي البجعة. الله عايزة أكله. لا ده ما بياكلش بقى، ده مش كل حاجة هنأكلها. في بقى مكان جوه حديقة الحيوان اسمه جانجل زو. هو مكان كده صغنن فيه حيوانات أليفة نتفاعل معاها من غير ما تكون يعني جوه القفص، نأكلها ونتصور معاها ونشيلها ونحسس عليها براحتنا. لا لا، ما تخليهاش تشد من الطبق كده، فاهم؟ انت ممكن تنزلي لو سمحتي؟ لو سمحتي انزلي. قومي انت، هي تاني. تعالي يا ما حبيبي. تقدمش الطبق، اديهم انت. لا انا بديهم البتاع. ايوه أنا كنت بأكل دي. أنا كنت بأكل دي. ايه ده انت كمان تاني. بص 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 بص. ايه ده انت بنت بلطجيه ولا ايه؟ وكمان اتصورنا مع البغبغان. بس انا عمري ما شفت بغبغان بيردد فعلا الكلام اللي احنا بنقوله. الكلام ده بجد يا جماعه؟ في بغبغان بيتكلم ولا ده هري ولا ايه؟ السؤال ده عندي والله العظيم منذ الصغر، حد يجاوبني. لا يا سيدة، تفتح لك الشنطة ولا حاجة. يا رب نص رشاقتك يا غالية يا بت الغاليين. واخيرا اخر فقرة في اليوم، كلب البحر. الله كان جميلة قوي. خلصت الفسحة، اشوفكم في فسحة جديدة. قولوا لي في الكومنتس عايزين اروح فين اصوره لكم.